توقعات بارتفاع المنتوج. من تيميمون يحدثنا محمد برماتي في هذه النافذة المسجلة حول تفاصيل انطلاق عملية الحصاد. إلى محمد برماتي. شكرا لكم. إذا كما أشرتم من هنا من عمق جنوبنا الكبير وبالتحديد من ولاية تيميمون، هذه الولاية الطموحة والرائدة التي تشق طريقها نحو الريادة في عالم الفلاحة. إذا نحضر وإياكم انطلاق عملية حصاد والدرس لهذا الموسم. أسعد باستضافة للحديث حول هذا الموضوع، أسعد باستضافة السيد مدير المصالح الفلاحية لولاية تيميمون. مرحبا بك سيدي، سعيد جدا أن تكون معي في التلفزيون الجزائري. خلينا في البداية قبل أن نتكلم عن عملية الحصاد والدرس أن نتكلم عن إمكانات تيميمون الفلاحية من حيث المساحة، من حيث التنوع الفلاحي. بالنسبة لولاية تيميمون هي تعتبر من الأقطاب الفلاحية بالجنوب الكبير، خاصة أن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية كبيرة لولاية تيميمون. ولاية تيميمون لديها قدرات هائلة من ناحية شساعة الأراضي الفلاحية، خاصة أنه ما يخفى لكمش أنه كان مشاريع كبرى على مستوى ولاية تيميمون، وهي محل يعني إيداع ملفات من طرف مستثمرين اللي يحبوا يستثمروا في ولاية تاعنا. ولاية تيميمون هذا السنة الحمد لله كان المساحة المسقية كان التوسيع فيها لتقريب أكثر من 25% بالنسبة للموسم الفلاحي 2024-25. واليوم احنا متواجدين على مستوى منطقة مقيدن لإعطاء من طرف السيد والي الولاية إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2024-2025. إن شاء الله يعني احنا رانا طامحين أنه حتى بالنسبة للإنتاج يكون إنتاج وفير بإذن الله، خاصة أن الفلاحين لديهم مرافقة من طرف اللجان المختلطة والدعم الفلاحي، خاصة في الري أو في الري الفلاحي والأسمدة التي هي ب50%، والعتاد الفلاحي المحلي وكذلك العتاد الفلاحي المصدر للدولة يعني تولي أهمية كبيرة، كذلك للمخازن في توسيع قدرات تخزين للولاية، حيث استفادت ولاية تيميمون ب9 مراكز وسطية لتخزين الحبوب، وذلك بقرب من المحيطات ذات القدرات العالية ل يعني 45 ألف طن. وإن شاء الله احنا نطمح كذلك يعني يكونوا مستثمرين ليزيدوا يجوا إن شاء الله المواسم المقبلة لتوسيع المساحة المسقية للولاية. شكرا لك سيد المدير. في الحقيقة أنا في البداية نسيت أن أذكر اسمك بن منصور رفيق. شكرا لك مرة أخرى. في الحقيقة أجبت تقريبا عن معظم الأسئلة التي كنت أن أريد أن أطرحها، لكن دعني أرجع بك الآن إلى نقطة مهمة جدا. هو ولاية تيميمون ولاية تعتمد عليها الدولة من أجل تحقيق أمنها الغذائي. خلينا نتعرف على أنواع الحبوب المزروعة في ولاية تيميمون: الشعير، قمح، صلب، قلب لين إلى غير ذلك. بالنسبة لولاية تيميمون التي لديها قدرات يعني من ناحية الحبوب، كان القمح الصلب وكذلك قمح لين والشعير، هذا بالنسبة للحبوب. وما ننساش أنه كذلك المحاصيل الزيتية اللي هي تدعم من طرف الدولة، يعني كان الحمد لله الموسم الماضي كان دخول مستثمر فلاحي اللي كان عنده مساحة أكثر تقريبا 600 هكتار ل 18 ميراش محوري. ما ننساش كذلك اللي كان عندنا مستثمرين لحقوا أكثر من 92 قنطار في الهكتار. كذلك هذه السنة ما ننساش الذرة الصفراء حبية التي كان عندنا يعني رقم قياسي لتقريب هو 114 قنطار في الهكتار. هذا ما يدل أن المستثمرين يقومون ب يعني المسار التقني يعني اللي لازم في الميدان، وإحنا هنا بصدد مرافقتهم إداريا وتقنيا.
شكرا لك. أشرت إلى نقطة مهمة جدا سيادة المدير قبل أن نختم، اللي هي احترام المسار التقني. هذا المسار الذي هو في الحقيقة احترامه يعكس دائما كمية في الإنتاج والنوعية أيضا. شكرا لك سيد المدير، نلتقي إن شاء الله في فرصة أخرى. وأنتم مشاهدي الكرام، زملائي في الاستوديو المركزي، أعود إليكم، نلتقي مرة أخرى. شكرا.